اعزائي الطلاب في كل مكان، اعزائي الطلاب في كل بيت، يا مساء الانوار على الطلبه الشطار. بعد ما خلصنا الحصه يلا بقى نطبق عليها من كتاب الامتحان. يلا نبدا. اول سؤال بيقول لك اثناء تكوين البويضه في انثى الانسان ما المكان الذي يحدث فيه اختزال العدد الصبغي؟ اختزال العدد الصبغي ده بيحصل في الميوز الاول. يا دكتور فكرني، تعالى افكرك بحاجه مهمه قوي بالنسبه للبيضيه الاوليه. البيضيه الاوليه انا علمتك بيضيه اوليه بدون انقسام، بس عشان نريح دماغنا بس ان القصه دي بتبقى عباره عن 46 كروموسوم ب 46 دي ان ايه، عشان اريحك والمعلومه دي مهمه قوي. بعدين عندي بيضيه اوليه داخله على الانقسام قبل ان تبدا في الانقسام، قبل ان تبدا في الانقسام عشان نخلص في الانقسام، بتبقى عباره عن 46 كروموسوم. ايه ده يا دكتور ايه؟ بس ب 92 دي ان ايه، هنصورهم ونقسمهم، احفظها كده اهو. بعدين بنعمل ميوزي اول بيديني ثانويه ومعاها جسم قطبي، اوعى تنسى. وبعدين بنعمل ميوزي تاني بتديني بويضه وجسم قطبي، وده ممكن ينقسم وممكن ما ينقسمش. قلنا اللي جاي من الميوزي الاول انا علمتك ميوزي اول بيبقى 23 كروموسوم ب 46 دي ان ايه بالمنظر ده. اللي جاي من ميوزي تاني بقى بيبقى عباره عن 23 كروموسوم علمتك و23 دي ان ايه، بيبقوا زي بعض. ميوزي تاني الاثنين زي بعض، 23 كروموسوم 23 دي ان ايه. لكن ميوزي اول 23 كروموسوم 46 دي ان ايه بالمنظر اللي احنا كاتبينه كده بالظبط. ففين حصل اختزال للكروموسومات؟ دول كان 46 بيبقوا 23 في الميوزي الاول. طب الميوزي الاول بيحصل فين؟ بيحصل في المبيض فتاه بالغه، يبقى في المبيض. لكن الميوزي الثاني اللي بيحصل فيه اختزال لعدد الدي ان ايه او عدد الكروماتيدات، ما الدي ان ايه هو الكروماتيد اللي بيحصل فيه اختزال لعدد الدي ان ايه، هنا كانوا 46 بيجوا 23، ده في الميوزي الثاني. الميوزي الثاني ده مشروط بالاخصاب، والاخصاب بيحصل في قناه فالوب، فالميوزي الثاني بيحصل في قناه فالوب امراه متزوجه. يبقى لو سالك عن الميوزي الثاني كنا اخترنا قناه فالوب والثلث الاول كمان. لكن بما انه سالنا عن الميوزي الاول قال لك اختزال عدد الصبيات للنص، ده بيحصل في الميوزي الاول اللي بيحصل في مبيض فتاه بالغه، فالاجابه هتبقى مبيض. السؤال اللي بعده، اي مما يلي لا يحدث في قناه فالوب؟ انقسام الزيجوت بيحصل، قالك بتنقسم اللقاحه في بدايه قناه فالوب ميتوزين لخليتين او فلجتين، وبعدين الخليتين هيبقوا اربعه، ويتكرر الانقسام لغايه ما نعمل كتله من الخلايا الصغيره شبه التوته اسمها توتيه، تتزج بواسطه دفع اهداب قناه فالوب لغايه ما توصل للرحم، ثم ينغمس التركيب اللي بعد التوتيه بين ثنايا بطانه الرحم في نهايه الاسبوع الاول. يبقى ده بيحصل في قناه فالوب. اخصاب البويضه بيحصل في الثلث الاول من قناه فالوب في الامبوله، الفعل فاضح في الطريق العام اوسع مكان، فبيحصل في قناه فالوب في الثلث الاول. تحلل البويضه غير المخصبه، لو البويضه ما اتخصبتش هتتحلل في قناه فالوب وهتنزل بعدين مع دم الطمس اللي هينزل بعد ما تنتهي الدوره، فتحلل البويضه بيحصل في قناه فالوب. انقسام الخليه البيضيه الاوليه دي غلط، انقسام البيضيه الاوليه بيحصل في المبيض، بيضيه اوليه تعمل ميوزي اول تديني بيضيه ثانويه جسم قطبي، ده بيحصل في المبيض، مبيض فتاه بالغه، يبقى ده بيحصل في المبيض. الى اي يوم من بدايه الطمس تظل البويضه حيه؟ 14 و15 ولغايه 16 كمان. فهل الرابع عشر ماشي، ده هي طلع في الرابع عشر، ال 17 غلط، ال 20 غلط، يبقى هنا الخامس عشر، ولو السادس عشر شغال ينفع يعني، يبقى بتفضل حاجه لغايه اليوم الخامس عشر، ولو في الاختيارات في سادس عشر كان ينفع، لان انا قلت لك لو طلعت يوم 14 5 بالليل هتعيش 15 5 بالليل و16 5 بالليل، فهنا الخامس عشر شغال. السؤال اللي بعده سؤال جميل اللي بعده، اي الاختيارات التاليه يوضح ما يساهم به كل من البويضه والحيوان المنوي لتكوين الزيجوت؟ البويضه بتساهم بكل حاجه فيها، المحتوى النووي والسيتوبلازمي كل حاجه فيها. هل النووي فقط غلط، السيتوبلازمي فقط غلط؟ الاثنين صح. طب الحيوان المنوي بيساهم بمحتوى الراس بتاعه اللي هو النواه، يعني محتوى النووي اللي هي النواه يعني، وبالمحتوى العنق، ما العنق فيه سنتريولان له دور هام في انقسام البويضه المخصبه، فهنا بيشارك بالمحتوى النووي ومحتوى العنق. هل بيشارك بالمحتوى النووي والسيتوبلازمي؟ لا، اصلا هو بيفقد معظم السيتوبلازم اثناء تكوينه، هو شارك بالمحتوى النووي اللي هي النواه ومحتوى العنق، شارك بالراس والعنق. يبقى الاجابه الادق هتبقى رقم ب، البويضه كل حاجه نواه وسيتوبلازم، لكن الحيوان المنوي بيشارك بالمحتوى النووي اللي هو ال 23 كروموسوم زائد اللي هم محتوى العنق اللي هم السنتريولان. السؤال اللي بعده، اي الاختيارات بالجدول التالي صحيح عن الشكلين؟ ده جهاز الانثى وده جهاز الذكر، واضحين الجو عندك. قال لك فين مين بيحتوي على تراكيب لانتاج الامشاج الاثنين؟ دي عنده مبيضين بيطلع امشاج، ودي عندها خاصيتين بتطلع حيوانات منويه، يعني امشاج برضو دي بويضات ودي حيوانات منويه، فالاثنين س وصاد، يبقى س وصاد صح، س وصاد صح. مين يحدث بقى الاخصاب الداخلي؟ الاخصاب داخل جسم الانثى، الانثى اللي هي س، اكيد مش الراجل يعني بيحصل فيه اخصاب وحمل يعني، مفيش راجل ولا مفيش الكلام ده.
هل اللي بينقسم فيها الزيجوت ميتوزي الجنين او الزيجوت بيكبر يكبر يكبر في الانثى؟ طبعا س، لان تكوين الجنين داخلي، اخصاء تلقيح داخلي داخل جسم الانثى، اخصاب داخل جسم الانثى، تكوين داخل جسم الانثى، يبقى طبعا الانثى بالاجابه هتبقى رقم ج. صح الصح. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 6 بيقول ايه يا دكتور؟ بيقول الشكل المقابل يمثل بعض العمليات الحيويه التي تحدث في الجهاز الانثى، ادرس ثم اجب. اي مما يلي يتم فيه الانقسام الميوزي الثاني؟ الميوزي الثاني ده مشروط بالاخصاب، والاخصاب بيحصل في الثلث الاول من قناه فالوب، فبيحصل في مبيض قناه فالوب امراه متزوجه. خلاص. تعال نشوف البيانات. اولا رقم 2 دي البيضيه الثانويه اللي هي طالعه من المبيض، اللي اتش بيفجر حويصات جلاف ويحرر البيضيه الثانويه ويكون الجسم الاصفر. هنا هو مشاور على واحد اللي هو المبيض، مشاور على 4 اللي هي يا دكتور ده بطانة الرحم. خلاص. مشاور على رقم 3 دي قناة فالوب، قناة فالوب. فبيقول لك اين يحدث الميوز الثاني؟ بيحصل في قناة فالوب، في الثلث الاول من قناة فالوب. الميوز الثاني مشروط بالاخصاب، طب الاخصاب بيحصل فين؟ في الثلث الاول من قناة فالوب، يبقى قناة فالوب يبقى رقم 3. ماذا تسمى الخلايا المتحرره من واحد؟ الخلايا اللي طالعه دي بيضيه ثانويه، بيضيه ثانويه. من بدء الطمس ماذا تتوقع ان تحدث العمليه المشار اليها باثنين؟ فين 2 دي؟ اللي هي تحرر البويضه في اليوم الرابع عشر من بدء الطمس، يبقى الرابع عشر من بدء الطمس تحرر البويضه. يبقى يقول لك العمليه دي اللي هي التبويض، خروج البويضه امتى؟ في اليوم الرابع عشر من بدء الطمس، يبقى الاجابه هتبقى ب. السؤال اللي بعده، شكل مقابل يوضح منظر امامي للجهاز التناسلي في انثى الانسان، ادرس ثم اجب. نكتب البيانات، نكتب البيانات، يلا نكتبها مع بعضينا. اولا دي الجمع، ودي قناه فالوب، قناه فالوب، ده هنا يعتبر برضو قناه فالوب، قناه فالوب بس تلت بعيد شويه، دي قناه فالوب. ودي طبعا حويصلة جراف، حويصلة جراف اللي جواها الخليه البيضيه الثانويه، وده الجسم الاصفر، ودي رقم 1 دي الرحم، بطانة الرحم. تعال نشوف بقى الأسئلة. ما الهرمون المسؤول بطريقة غير مباشرة عن نمو 6 بطانة الرحم؟ الاستروجين بيعمل إنماء لبطانة الرحم، بس هو جالك بطريقة غير مباشرة. بص النخامية بعتت اف اس اتش راح للمبيض، المبيض طلع استروجين عمل إنماء لبطانة الرحم، لبطانة الرحم. فالاستروجين بيأثر على البطانة بشكل مباشر، ده مباشر. لكن الاف اس اتش ده غير مباشر، ده غير مباشر، لان راح للمبيض خلاه يطلع استروجين اللي اثر على البطانه. ممكن كمان ال اتش النخاميه، النخاميه في المخ مرميه طلعت ال اتش. مالها النخاميه مرخمه دي عليا؟ طلعت ال اتش راح لغايه المبيض، راح المبيض طلع بروجسترون، البروجسترون راح للرحم. يبقى ممكن برضو البروجسترون بشكل مباشر، لكن ال اتش بشكل غير مباشر. يبقى الاجابه لا اما ال اتش لا اما اف اس اتش. هل استروجين غلط، بروجسترون غلط، ريلاكسين غلط، يبقى هرمون التحوصل اللي هو الاف اس اتش، لانه ده اللي محفز تكوين حويصله جراف. ما الذي يمنع تحلل التركيب رقم 5؟ مين 5؟ الجسم الاصفر. امتى ما يتحللش؟ لو في عيل، لان هو بيحب العيال، يبقى تكوين الجنين. لكن نمو المشيمه ده اصلا هو لما هو بيفضل يكبر ويكبر ويكبر لمده 3 شهور ثم يبدا في الضمور، بيكون المشيمه قد اكتمل نموها. فهنا نمو المشيمه مش هو اللي خلاه يتحلل او اللي منع تحلله. هرمون البروجسترون لا، ده هو اللي بيفرز بروجسترون. هرمون الاستروجين لا، هو امتى ما يتحللش؟ لو في عيل، لان هو بيحب العيال، يبقى تكوين الجنين. اي الاجزاء التاليه يحدث داخله تحول البيضيه الاوليه للثانويه؟ حويصلة جراف. في حويصلة جراف في اليوم الخامس من بدء الطمس بيبقى فيها بيضيه اوليه. في القبيل التبويض اللي هو اليوم الرابع عشر قبل التبويض على طول بيبقى فيها بيضيه ثانويه. فالبيضيه الثانويه فين او البيضيه الاوليه فين؟ في حويصلة جراف اللي هي رقم 4. اي الاجزاء التاليه تفرز الحيوانات المنويه في انزيم الهيالورونيز؟ الاخصاب بيحصل فين؟ في الثلث الاول من قناه فالوب. ما الحيوانات المنويه بتفرز امتى هيالورونيز؟ على البويضه اللي في الثلث الاول من قناه فالوب، يبقى في الثلث الاول من قناه فالوب اللي هو رقم 2. ده الثلث الاول من قناه فالوب اللي هي رقم 2. طبعا مش هينفع 1 لان 1 دي بعيده. 3 الجمع لا، 5 اللي هي مين 5 الجسم الاصفر لا، يبقى هي طبعا هتبقى الثلث الاول من قناه فالوب اللي هو رقم 2. ده الثلث الاول من قناه فالوب.
في الشكل المقابل الذي يوضح عمليه الاخصاب في انثى الانسان، اي المناطق التاليه تمثل الطبقه المحتويه على الهيالورونيك اللي بيبدا يدوبها. بص بدا يدوب الحته المنطقه دي اها، هي دي بدا الحيوان المنوي يدوبها. فين دي اللي هي رقم 2؟ دي كده اللي هي الهيالورونيك، يبقى طبعا 2. خلاص، يعني ممكن نقول ده الغلاف المتماسك بحمض الهيالورونيك، وبعدين ده الغشاء بتاع البويضه. ما البويضه زيها زي اي خليه عندها نواه وسيتوبلازم وغشاء، فوقيه غلاف متماسك بالهيالورونيك اللي بدا يدوب، ده هو ده الغلاف اللي هو رقم 2. اي الاجزاء التاليه في الحيوان المنوي غيابها يسبب عدم تحلل الغلاف؟ الجسم القمي الاكروسوم س، لان الاكروسوم هو اللي بيفرز الانزيم. الاكروسوم اللي هو الجسم الايه القمي. صاد طبعا دي النواه اللي فيها 23 كروموسوم عند الديل. فمين طبعا اللي بيمنع يا دكتور؟ مين اللي لو مش موجود مش هيحصل تحلل لغلاف البويضه؟ الجسم القمي اللي هو س فقط. يبقى الاجابه هتبقى س. اي مما يلي لا يتوقف عليه انجاح عمليه اخصاب البويضه في قناه فالوب؟ عدد الحيوانات المنويه طبعا مهم، لان لو العدد اقل من 20 مليون حيوان منوي هيبقى عقيم، مش هيقدر. لو العدد قليل مش هيقدر يخصب البويضه. نشاط الحيوانات المنويه بيتوقف، لو الحيوانات المنويه خامله غير نشطه مش هتعرف تخترق البويضه، لو ما عرفوش يفرزوا الانزيم مش هيعرفوا يخترقوا البويضه. انزيمات الحيوانات المنويه مهمه، لان الانزيمات دي اللي بتدوب جزء من غلاف البويضه، كل ده بيتوقف عليه. لكن نوع الحيوان مش هيفرق، اكس ولا واي. لو اكس اللي كسب تبقى انثى اكس اكس، لو واي اللي كسب يبقى ذكر اكس واي، فالنوع مش هيفرق، لكن اللي هيفرق كل الباقيين. ما الهدف من انتاج اعداد ضخمه؟ ليه الراجل بيطلع كميه كبيره من الحيوانات المنويه؟ لان اغلبهم بيموت في السكه. هل الهدف وصول حيوان منوي واحد؟ اكيد مش ده الهدف، اصلا بيوصل مئات الحيوانات المنويه مش واحد بس. هل مشاركه عدد من الحيوانات في اخصاب البويضه؟ واحد بس اللي بيخصب، مش كلهم بيشتركوا، هم كلهم راحوا بس واحد بس اللي هيكسب في النهايه، واحد بس هو اللي هيكسب ويقول لهم روحوا روحوا انتوا. التمكن الهدف هو صح دي، عشان يذوبوا جزء من غلاف البويضه يبقى لازم يوصل كتير، كل واحد يفرز حبه 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 لغايه ما ابن المحظوظه يجي يفرز يروح داخل. فهم طبعا ان هم يدوبوا جزء من الغلاف. الاولاني راح دوب حته، جه واحد تاني دوب حته، التالت دوب حته، جه الرابع ابن المحظوظ كان فاضل حته صغننه دوبها ودخل، حظه كان حلو ابن اللذين. هي الدنيا دي حظوظ. يبقى الاجابه هتبقى ج. افراز كميه كبيره من الهيالورون غلط، ده اسمه هيالورونيز، الانزيم اسمه هيالورونيز، فالاجابه ج. شكل مقابل يوضح عمليه الاخصاب في انثى الانسان، اي المراحل التاليه تعيد فيها البويضه نفسها بغلاف سميك لما يدخل الحيوان المنوي. بص بدا يتكون الغلاف عند 4، بدا يتعمل يعني من الرسمه دي دخل الراس والعنق، فبدا يتعمل الغلاف السميك، يبقى رقم 4، يبقى المرحله رقم 4 حتى باين في الصوره، حتى بدا يتعمل بدا يتعمل الغلاف الغشاء ما بعد الاخصاب، يبقى ده دوب الغلاف القديم عدى بعدين هيبدا يتعمل اللي هو رقم 4، بدا تعمل نفسها تحيط نفسها بغلاف يمنع دخول اي حيوان منوي اخر. 12 الرسم اللي قدام عينيك يوضح الهرمونات المنظمه لدوره الطمس، ده احدى الاناث البالغين. تعال نشوف الهرمونات. كلكم عارفين اللي عالي في الخامس ده الاف اس اتش، اللي عالي ده استروجين اللي هو من 11 ل 12 ده الاستروجين، بعدين ده في ال 14 ده ال اتش، المغرد لوحده ده البروجسترون اللي هو عالي لوحده في النص الثاني من الدوره، ومعنى ان فضل عالي كده ان هنا حصل حمل. ده بص هنا يوم 28 وما تهدمتش البطانه، معناه ان هنا ايه؟ او فضل البروجسترون عالي، ده معناه ان هنا حصل حمل. بيقول لك اي مما يلي يمكن ملاحظه وجوده داخل المبيض عند س اللي هي لسه س لسه في اليوم الثالث لسه الاف اس اتش ما طلعش، ايه اللي هنلاقيه في عند س ولا عند س؟ هل هنلاقي حويصلات جراف مكتمله التكوين؟ لسه دي حويصلات هتبقى صغيره ضامره اوليه، لسه الاف اس اتش اصلا بيزيد هيزيد في الخامس. جسم اصفر، لسه الجسم الاصفر ده بعد ال 14 لما ال اتش يفجر ويحرر ويكون الجسم الاصفر هنلاقي حويصلات جراف صغنونه فيها خلايا بيضيه اوليه لسه غير ناضجه. هل هنلاقي بيضات ثانويه؟ لسه، ده الثانويه دي لما يحصل النضج، يبقى طبعا الاجابه هي حويصلات صغنونه لسه صغنونه. اي مما يوجد في جهاز تناسلي الانثى عند لام؟ فين لام؟ 36. هنقول ان الاخصاب مثلا حصل يوم 14، حصل الاخصاب يوم 14، ده مسافه كبيره، فايه اللي نلاقيه من 14 ل 36 دول حوالي كام يوم؟ حوالي 14 و20 4 يبقى حوالي 22 يوم. هل هنلاقي في الجهاز التناسلي توتيه؟ لا، دي التوتيه دي 4-5 ايام، فلا. هل هنلاقي بويضه مخصبه؟ لا، دي البويضه المخصبه كانت في اليوم ال 14. هل هنلاقي في ال 36 مشيمه مكتمله النمو؟ المشيمه بتكتمل النمو امتى يا دكتور؟ بتكتمل نموها بدءا من الرابع ده 4 شهور، الرابع بدءا من الرابع نقول عدى 3 شهور، شهر في 30، يعني 30 في 3 ب 90 يوم، لان ده لسه ده ما فاتش حاجه، ده 22 يوم بس، فدي غلط. هل هنلاقي جنين في جنين في المراحل النمو الاولى؟ لسه في اول مرحله ال3 شهور الاولى، ده لسه 22 يوم يا دوبك، فلسه في الشهر الاول كمان،
فهو جنين في مرحله النمو الاولى. اي من مالي يلاحظ وجوده عند عين دي هنا يوم 14، بعديه يوم 2 3 4 5 تقريبا اليوم الخامس بعد الاخصاب. ادي بص 1 2 3 4 5. فايه اللي هتلاقيه توتيه؟ ما التوتيه بتبقى في اليوم الرابع او الخامس بعد الاخصاب، يبقى هي توتيه، يبقى الاجابه هتبقى توتيه. هل هنلاقي طور الفلجتين؟ لا، ده طور الفلجتين ده هنا كده اهو في اليوم ال 15 بعد يوم واحد من الاخصاب. هل بويضه مخصبه دي في اليوم ال 14؟ هل جنين في المراحل النمو؟ لا لسه، احنا لسه ما وصلناش للرحم، احنا لسه في قناه فالوب، يبقى الاجابه توتيه. من الرسم البياني يعتبر موت الحيوانات المنويه هو السبب الرئيسي لعدم الاخصاب. الموت هو السبب ده لو راح بدري، لو راح قبل ما هي تطلع. يبقى امتى يكون موت هو السبب؟ لو راح قبل ما تطلع. هي طلعت يوم ايه؟ طلعت هنا يوم اكس، لان البروجسترون بدا يزيد. يبقى لو راح دبليو، يبقى لو وصل دبليو يبقى هو مات قبل ما هي مات قبل ما تطلع. لو وصل بدري يبقى هو السبب، لو وصل متاخر يبقى هي اللي اتحللت قبل ما يجي. خلاص، يبقى هنا دبليو، لو راح في دبليو يبقى هو هيموت قبل ما هي تطلع، يبقى طبعا دبليو يبقى هو السبب. لكن لو قلنا مثلا زد يبقى هي السبب، هي اللي ماتت، يبقى زد هي اللي ماتت، لكن هو دبليو هو اللي مات. الحيوان المنوي اكس بطيء ويعيش اطول، واي سريع ويعيش اكثر. واحنا قلنا البتاع ده قلناه، يوم التبويض ولد قبل التبويض بيومين بنت، وفهمناها وشرحناها بالتفصيل. فبيقول لك هنا كده اهو، اي الحيوانات هي الاكثر حدوثا عند وصول الحيوانات المنويه كانت في يوم التبويض ولد. يوم التبويض ولد، وانا فهمتها لك، قلت لك البويضه موجوده يوم 14. يوم 14 هل البويضه موجوده؟ يوم 14 رايح دلوقتي اكس ورايح واي، مين الاسرع؟ واي، يبقى هو اللي هيكسب ويجي ولد. يبقى حدوث اخصاب وجنس الجنين ذكر، يبقى حدوث اخصاب وجنس الجنين ايه؟ ذكر. يوم التبويض ولد قبل التبويض بيومين بنت. اي الحيوانات الاتيه الاكثر حدوثا عند وصول الحيوانات المنويه كانت في اليوم الثاني عشر، ده قبل التبويض بيومين بنت، يبقى حدوث اخصاب وجنس الجنين انثى، لان اكس هيعيش كتير فهيستناها لغايه لما تطلع، باله طويل غير واي بيفيض بسرعه. ما مصدر الغذاء والطاقه على الترتيب التي يحصل عليها الجنين خلال الايام الاولى من لحظه الاخصاب؟ الطاقه جايبها من الميتوكوندريا بتاع الام، ما احنا واخدين الميتوكوندريا من المصدر، يبقى ميتوكوندريا الام. طب والغذاء برضو ده الموحي اللي في البويضه، ده الاكل اللي في البويضه، الموحي اللي في البويضه، يبقى الغذاء اللي في البويضه. يبقى هل الحيوان المنوي؟ لا، ده ما شاركش اصلا غير بالراس والعنق. هل سيتوبلازم البويضه صح اللي فيه الغذاء؟ ميتوكوندريا البويضه صح اللي فيه بتطلع طاقه صح. ميتوكوندريا الحيوان المنوي غلط، ما دخلش. سيتوبلازم الحيوان المنوي غلط، يبقى الاجابه هتبقى رقم ب. الغذاء الموحي اللي هو اللي موجود في سيتوبلازم البويضه، الطاقه الميتوكوندريا اللي هي موجوده برضه في البويضه، لان احنا واخدين ميتوكوندريا فروم ماذر، قلنا امهاتنا مصدر طاقتنا. 16 اي ممالي يعبر عن المرحله اللي قدامك، عيل ومتشجلط، خلاص ده هيتولد، دي نهايه المرحله الثالثه، يبقى دي نهايه المرحله الثالثه من الحمل. طالما اتشجلط كده قلب كده خلاص ده وقت الولاده، دي وقت الولاده، يبقى دي نهايه المرحله الثالثه من الحمل. اللي تلاحظه في المرحله دي هيجي لي البروجسترون، لان المرحله الثالثه بيجي لي فيها البروجسترون ويزيد فيها الاكستوسين. ما الهرمون الذي يتوقف افرازه تقريبا خلال الحمل؟ الاف اس اتش. احنا قلنا طبعا البروجسترون بيمسك ميكروفون يقول لي النخاميه ما تبعتيش اف اس اتش، لكن البرولاكتين بيتفرز عشان يجهز اللبن. الدي اتش بيتفرز، ايه علاقته بالموضوع؟ لو هي ما عادش هيتفرز عادي. الريلاكسين هيتفرز عادي، لا عشان بيتفرز من اول الحمل لاخره، بس بيزيد في الاخر عشان يعمل ريلاكس، ارتخاء الارتفاق العاني. من الشكل المقابل الذي يوضح جنين انسان اي ممالي يعتبر انسجه غديه. تعالى نكتب الاول البيانات. 3 ده السهل الرهلي، 4 ده الحبل السري، 1 دي المشيمة، وخلي بالك من شكل المشيمة مهم، 2 دي بطانة الرحم، 5 ده جدار الرحم من بره الجدار اللي جوه البطانة. أي ممالي يعتبر أنسجة غدية؟ المشيمة وبطانة الرحم. المشيمة بتفرز ريلاكسين وبروجسترون، وبطانة الرحم بيفرز ريلاكسين، يبقى 1 و2. من الشكل المقابل الذي يوضح عمليه الاخصاب وتفلج البويضه المخصبه، ما النتائج المترتبه على ازاله المبيض س لو شلت ده قبل التاني؟ مش هيحصل حاجه، ده ما بطلعش البويضه، يبقى فاكس ملوش لازمه. المهم ده اللي طلع البويضه اللي اندلج جوه الجسم الاصفر، فلو شلت س مش هيحصل حاجه، هيكتمل الحمل عادي. هل يحدث اجهاض؟ لا. هل لا يحدث اجهاض؟ ماشي صح، ولكن يحدث ايه اللي هيخلي التشوهات تحصل؟ عادي هيجي عيل كويس، طالما البويضه كويسه هيجي عيل كويس. هل لا يحدث اجهاض؟ صح، ولكن يؤثر على الجنس، ما هيأثرش على الجنس. الجنس ايه؟ لو الحيوان منوي اكس هيجي بنت، لو واي هيجي ولد. هل هي دي لا يحدث اجهاض وينمو الجنين طبيعيا ما لم تكن في هناك اسباب اخرى، يبقى الاجابه هتبقى د.
التلقيح في الانثى داخل جسم الانثى، والاخصاب داخل جسم الانثى، وتكوين الجنين داخل جسم الانثى، وكميه الاكل في البويضه قليل، لان قلنا اللي بيبيض بيضته كبيره لكن اللي بيولد بيضته بيضها اكلها قليل. اللي بيبيض بيضته كبيره، اللي بيولد بيضته صغنونه، فدي بتولد فالبيضه صغنونه، كميه الاكل بيبقى قليل، يبقى داخلي قليل. من خلال الشكل المقابل في اي التراكيب التاليه يحفز البروجسترون تكون اوعيه دمويه اضافيه. طبعا بطانه الرحم، البروجسترون بيزود سمك بطانه الرحم ويزود الامداد الدموي، يعني معناه ان هو زود اوعيه دمويه، عمل على تكوين اوعيه دمويه اضافيه في بطانه الرحم. طب فين البيانات؟ 3 حبل سري، 1 بطانه الرحم، هنا ده السائل الامنيوني او الرهلي اللي حوالين الجنين، 2 ده جدار الرحم، ده جدار الايه الرحم، فهو في بطانه الرحم اللي هي رقم 1. يبقى بطانه الرحم اللي هي رقم 1 بيزود سمك البطانه والدم اللي رايح لها، يعني بيزود الاوعيه الدمويه. 22 من الشكل المقابل الذي يوضح سمك بطانه الرحم ماذا تشير اليه الحروف ار واس وتي؟ ار هنا عند 7 بدا يحصل زياده سمك بطانه الرحم، هنا ده يوم التبويض 14. تعال نشوف الاختيارات. ار بدايه الحيض، لا دي نهايه الحيض، الحيض بدا من هنا اللي هو بدا اللي بتتهدم فيه البطانه، يبقى هو نهايه الحيض مش البدايه، فدي غلط ودي غلط، دي صح ودي صح لغايه دلوقتي. اس 14 التبويض صح، انغماس البطانه التوتيه غلط. طب تي اللي هو تقريبا ده 14 وبعديها 15 16 حوالي يوم 2 3 4 هي مش جوي، دي انغماس التوتيه لسه، يعني المفروض لسه الانغماس في نهايه الاسبوع الاول، بس هي الوحيده اللي تمشي، هي مش دقيقه، هي لسه ما وصلتش، الانغماس بيحصل في نهايه الاسبوع الاول، يعني هتزود على 14 دي اسبوع كمان، فهي هنمشيها وخلاص لان دي الوحيده اللي تنفع، لكن هي للامانه مش دقيقه جوي، لسه احنا ما وصلناش لنهايه الاسبوع الاول. طيب هو بيقول لك يا ريته كان جال في المرحله دي، كنا قلنا ماشي بعد التي يعني. اي مما لا تتوقع حدوثه عند تسرب السائل الرهلي من الرحم خلال الحمل، لما ينزل السائل الرهلي هل تعرض الام لحدوث ولاده مبكره؟ اول ما بينزل السائل ده يقول لك الدكتور جار نطاش وقت الولاده، فمعنى انه ينزل بدري لازم الدكتور لازم تولد خلاص. هل انخفاض معدل الاكسجين ملوش علاقه؟ الاكسجين ده جاي من المشيمه، ملوش علاقه بالموضوع. ايه علاقه السائل الرهلي بالاكسجين؟ الاكسجين جاي له من المشيمه عن طريق الحبل السري. هل بطء حركه الجنين؟ ما هو السائل ده اللي هو بيبلبط فيه فهيحصل بطء حركه الجنين. هل تعرض الجنين لصدمات؟ هيتعرض لصدمات، يبقى هي الوحيده طبعا انخفاض معدل الاكسجين الواصل، دي ملهاش اي علاقه بالموضوع، لكن لو نزل السائل هتولد بدري، هتتعرض لصدمات خارجيه يحصل بطء حركه الجنين. اي الاختيارات التاليه يعبر بشكل صحيح عن مراحل الانقسام في قناه فالوب؟ عارف بص الفكره كلها رغيف عيش وبنجسمه هو، يعني انا قلت لك الحجم مش بيتغير، يمكن انا ما قلتهاش وانا بشرح عشان انتوا شايفين الحصه نفسها بتتجال ازاي. ادي الحجم هو قسمته نصين، لكن الحجم هو طول ما احنا في قناه فالوب الحجم هو ما بيتغيرش، هو اتقسم لاربع ارباع كأن رغيف عيش وبتجسمه، فالحجم الفلجتين زي البويضه، حجم الاربع فلجات زي البويضه ما بيتغيرش، بس الفكره عدد الخلايا بيزيد. تعال نشوف. 2 بقت 1 غلط، ده 1 هيبقى 2، هنا 1 بقت 2 4، بس بص الحجم بيزيد غلط، احنا عايزين الحجم يفضل زي ما هو، هنا الحجم بيقل غلط. ايه الاجابه الاولى الصح؟ بص الحجم هو هي دي الصح، طول ما احنا في قناه فالوب الحجم ما بيزيدش هو. البويضه بقت فلجتين، الاثنين بقوا 4، الاربعه بقوا 8 وهكذا لغايه ما وصلوا الكتله من الخلايا شبه التوته اسمها توتيه بالمنظر ده، فالحجم ثابت، عدد الخلايا بيزيد لكن الحجم رغيف عيش بيتجسم، الحجم بيبقى ثابت. اي المراحل المقابله تحتوي فيها الخلايا على نصف المجموعات الصبغيه، يعني نون بس، مع المجموعه الكامله 2 نون، فمين نون؟ الحيوان المنوي بنون والبويضه بنون، لكن ده زيجوت ب2 نون، دول اي خليه ب2 نون، ده برضه ب2 نون، ده برضه ب2 نون، ما ده ميتوزي، فالمرحله ايه فقط هي اللي فيها حاجات ب1 نون. اي الاختيارات التاليه تعبر عن المكان الذي يمكن ان يتواجد فيه التركيب الموضح؟ ايه ده؟ دول 4 فلجات، اللقيحه في بدايه قناه فالوب هتبقى فلجتين، وبعد يومين هتبقى 4 ويتكرر الانقسام دي 4 فهتبقى في قناه فالوب، لسه احنا في قناه فالوب. هل هنكون وصلنا للرحم؟ لا لسه في قناه فالوب، يبقى الاجابه قناه فالوب. 27 الرسم المقابل يوضح تركيز احد الهرمونات التي تفرز في دم امراه خلال مراحل زمنيه مختلفه، ادرس ثم اجل. الهرمون ده ما قبل الحمل كان قليل، زاد. طبعا الرسمه مش دقيقه، هو طبعا هنا يقصد الاجابه الاكستوسين، بس لا المفروض المرحله الاولى والثانيه كله بيبقى قليل، بيجي في الثالثه بس يزيد. بص المفروض يبقى هنا، فالرسمه ده كله ده غلط، دي رسمه غلط، دي اتسقط، لو زاد كده هو هتسقط، لو زاد في المرحله الثانيه هتسقط، ولو زاد في كل ده هتسقط، فهو بيفضل قليل.
بيزيد بس امتى يا دكتور؟ وقت الولاده. فوقت الولاده زاد وبعدين هيكمل في الرضاعه. ليه هيكمل في الرضاعه؟ لان الاكسوسين هو اللي بيعمل اندفاع ونزول للحليب من الغده الثدييه، فالرسمه مش صح. فايه الهرمون اللي بيمثله بعد التعديل؟ الاكسيتوسين اللي بيزيد في الولاده وبيكمل في الرضاعه. يبقى هو مين؟ الاكسيتوسين بعد ما نعدل الرسمه يعني. طب الاكسيتوسين ده ايه مصدر افرازه؟ بيتفرز منين الاكسيتوسين؟ بيتفرز من الخلايا العصبيه المفرزه اللي موجوده في منطقه تحت المياد الهايبوثالاموس، ما هو هرمون غير غدي. ما يدور هذا الهرمون عند المرحله صاد اللي هي الرضاعه، اندفاع الحليب من الغده الثدييه استعدادا للرضاعه. يبقى اندفاع الحليب بعد تعديل الرسمه عدلوها. الاكسيتوسين ما ينفعش يزيد غير في وقت الولاده، فالرسمه كده مش صح. الشكل المقابل يوضح بعض مراحل تكوين جنين الانسان. ادرس ثم اجب. دي البويضه بقت اللقاحه بقت فلجتين، ده يوم من الاخصاب، وبعد يومين ما هو كمل تكرر الانكسار لغايه ما عمل كتله من الخلايا. بيقول لك كم عدد الايام التي تمثلها الفتره صاد اللي هي من فلجتين لغايه التوتيه من هنا لهنا؟ حوالي 5 ايام. ما هو بيقول كتاب الامتحان بيعتقد ان التوتيه في اليوم الخامس، فبما ان هنا في يوم يبقى هنا فاضل 4، يبقى 4، يبقى الفتره صاد 4 ايام. ما هو قلت لك في خلاف، في ناس بتقول التوتيه 16 خليه في اليوم الرابع، وناس بتقول التوتيه 32 خليه في اليوم الخامس. فانت مش موضع سؤال اخر السنه، لان هي ما ذكرتش في الكتاب. اي حاجه مش مذكوره في الكتاب مش موضع سؤال اخر السنه. فهنا كم عدد الايام اللي بتمثلها صاد؟ بما ان هي بتاخد 5 ايام ده يوم، يبقى فاضل 4، يبقى 4. اي العمليات التاليه يوضحها هذا الشكل. ده انقسام البويضه المخصبه وتكوين الجنين. هل الاخصاب؟ مش اخصاب ده اصلا، الاخصاب حصل، دي لقاحه اصلا. هل الاخصاب غلط؟ النمو النمو وتميز الانسجه صح، بيحصل نمو وتميز الانسجه بدا يتكون الجنين. هل الاخصاب؟ اي اجابه فيها اخصاب غلط، لان الاخصاب حصل وخلص. لو الاخصاب هيجيب لك من اول حيوان منوي وبويضه وبعدين يرسم كده اهو، كنا قلنا حصل اخصاب، لكن هو جايب اللقاح على طول، فالاجابه هتبقى رقم د. اي العبارات التاليه تصف العلاقه بين الجنين وامه، بين الجنين والام. هل الدوره المويه لكل منهما متصلتان؟ غلط، منفصلان. ما ينفعش يدخل دم الطفل بدم امه. هل ينتقل الدم مباشره من الام الى الجنين طول الحمل؟ ما بيحصلش. دم الام ما ينفعش يدخل بدم الطفل. الدوره الدمويه لكل منهما منفصله ولا يتم تبادل؟ لا، بيتم تبادل طبعا عن طريق المشيمه وخاصيه الانتشار. هل الدوره الدمويه هي دي صح، كل واحد دوره دمويه لوحديها بس بتتنقل المواد، بعض المواد بينهما زي ما احنا عارفين عن طريق المشيمه. مشيمه جنين مشيمه متى يتكون المبيضين في جنين انثى الانسان؟ المبيضين بيتكونوا امتى؟ في الاسبوع ال12. الاسبوع 12 اللي هو ايه؟ نهايه الثالث، في نهايه الشهر الثالث. اي التوقيتات التاليه من بدء الحمل الطبيعي يمكن خلاله تمييز جنس الجنين؟ امتى الدكتور يبدا يشوف العيل ولد ولا بنت؟ قلنا مش هينفع السادس، لسه مش واضحه الدنيا، ولا التاسع، لان انت عارف المبيضين لسه في الاسبوع ال12. فبعد ال12 هنا الاسبوع ال16، اي حاجه بعد الاسبوع ال12 هيبقى متاكد تماما ولد ولا بنت. كيف يتغذى جنين التمساح؟ التمساح بيبيض ولا بيولد؟ بيبيض طبعا. التمساح في حتى في السوبر ماركت بيضه اللي بيحبوها الاطفال اسمها بيضه التمساح، فالتمساح بيبيض واللي بيبيض بيضته كبيره، فهو الجنين بيتغذى عليه، بيتغذى على المح اللي في البيضه، بيتغذى عن طريق المح اللي في البيضه، لان ده مش بيولد، ده بيبيض، فما عندوش ولا مشيمه ولا رحم ولا جسم اصفر، ده بيبيض، بيتغذى على المح لغايه اكتمال تكوينه، يبقى عن طريق المح. عند حدوث خلل جيني اثر على تكون الخلايا الاصبعيه ببطانه رحم الام، من المؤكد حدوث هذا الخلل في جينات. قال لك خلل ادى الى عدم تكون الخمالات الاصبعيه، ده الجزء اللي من العيل، دي المشكله كده عند مين؟ الجنين، لان الخمالات الاصبعيه دي ممتده من غشاء السوله بتاع العيل، فهنا من المؤكد الخلل حصل في الجنين مش الام، المشكله هنا في الخمالات الاصبعيه. قال لك اثر على تكون الخمالات الاصبعيه. 34 الشكل المقابل يمثل عمليه تبادل المواد بالانتشار بين دم الام ودم الجنين. ادرسه ثم اجب. ماذا يمثل التركيب س؟ المشيمه، جزء من العيل اللي هي الخمالات الاصبعيه الممتده من غشاء السلة وبجزء من بطانه رحم الام، فدي المشيمه، يبقى س دي المشيمه، جزء من المشيمه، دي المشيمه طبعا. ما الهرمونات اللي بيفرزها س؟ المشيمه بتفرز بروجسترون وريلاكسين، بدءا من الرابع بروجسترون وبتفرز كمان ريلاكسين لغايه اخر الحمل. الولاده والرضاعه، ما الشكل الذي يعبر عن المرحله اللي بيزيد فيها الريلاكسين؟ بيزيد في نهايه الحمل، في نهايه الحمل والعيل اتشجلط خلاص وهيتولد. فين اتشجلط اهدال؟ عارفين دي اللي بعد البلاستيولا، حاجه اسمها جاسترولا، بس مش علينا يعني، دي رسمه كده جات كده وخلاص، بس هي معروفه، انت هتفرز الريلاكسين في نهايه الحمل والعيل متشجلط وهيتولد. متى يقل افراز البروجسترون في المراه الحامل؟ امتى البروجسترون بيقل امتى البروجسترون؟ في نهايه التاسع، لان في الولاده بتحصل في التاسع، ففي التاسع بيحصل ايه؟ بتتفكك المشيمه
ويبدا يجل البروجسترون ويجل تماسك الجنين بالرحم استعدادا للولاده. فامتى بيجل البروجسترون؟ في نهايه الشهر التاسع، يبقى في نهايه التاسع. ادرس الشكل المقابل ثم اجب. ماذا تمثل كل من الخليه 1 و2 على الترتيب؟ تعال نشوف ايه 1 و2 على الترتيب. بصوا معايا، مش عارف مش هتتظبط ليه، اتظبطت الحمد لله. طب دي مراحل تكوين الحيوانات المنويه. بما ان دي حيوانات منويه يبقى اللي فوقها طلائع منويه، يبقى هنا الطلائع المنويه فوقها منويه ثانويه، يبقى دي منويه اوليه. بالمره كده واحنا هنا عشان ايه؟ احنا نبقى عظماء يعني. ده كده ميوزي اول وده كده ميوزي تاني، ده اول وده تاني، ماشي. الناحيه اللي هناك بقى دي هنا بيضيه اوليه ادتني ثانويه وجسم قطبي صغنون صغير حقير، ده كده ميوزي ايه؟ ميوزي اول. البيضيه الثانويه دي لحظه دخول الحيوان المنوي قلنا له حولناها الى بويضه وجسم قطبي، ده كده سميناه ميوزي تاني. قلنا التاني مشروط بلحظه دخول الحيوان المنوي، وهو داخل يخلص على البيضيه الثانويه ونفس السنه حولناها لبويضه وجسم قطبي، فده الميوزي التاني. والبويضه لحظه وبقت بويضه مخصبه، والبويضه المخصبه كبرت 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 بعد يوم من الاخصاب، ده يوم من الاخصاب بقت فلجتين، ده كده طور الفلجتين، مرحله الايه؟ الفلجتين. بيقول لي ماذا تمثل كل من 1 و2؟ كتبنا كل البيانات 1 و2، 1 جسم قطبي، 2 بويضه ناضجه، يبقى جسم قطبي وبويضه ناضجه. اين تحدث العمليه؟ عين الميوز الثاني مشروط بالاخصاب. طب الاخصاب بيحصل فين؟ في الثلث الاول من قناه فالوب. اي مما يلي يمثل عمليه الانقسام الميوزي الثاني؟ صاد ميوزي ثاني وعين، صاد وعين دول ميوزي ثاني. اذا حدثت العمليه لام اللي هي دي الانقسام البويضه اللقاح يعني في الاول من شهر مارس، فمتى يمكن ان تحدث الولاده؟ 9 شهور بقى. حصل في اول بدايه مارس شهر 3، يبقى شهر 3 كله، يبقى احنا عايزين نحسب بالظبط 9 شهور بالظبط. شهر 3 كله، 4 كله، 5 كله، 6 كله، 7 كله، 8 كله، 9 كله، 10 كله، 11 كله، يبقى هتولد في شهر 11 في اخره. تاني الاخصاب الحمل حصل في اول 3، يبقى هناخد شهر 3 كله، 4 كله، 5 كله، 6 كله، 7 كله، 8 كله، 9 كله، 10 كله، 11 كله، دول كده 9 شهور. فهي في نهايه الشهر، في نهايه الشهر ال11، في شهر 11 يعني في اواخره يعني. هل في اول نوفمبر؟ لا. في اواخر نوفمبر صح، ينفع اواخر نوفمبر. هل في ديسمبر؟ لا، كده يبقى اخر جوي 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 جوي. في اواخر ديسمبر؟ لا، يبقى هي طبعا هتبقى في اواخر نوفمبر. هم دول 9 شهور بالظبط. يبقى شهر 3 كله، 4 كله، 5 كله، 6 كله، 7 كله، 8 كله، 9 كله، 10 كله، 11 كله، يبقى في اواخر 11 24 نوفمبر. ممكن بياخدوا اسبوع من 10 ساعات يعني، بس مش لدرجه انه يوصل ل 24 يعني 24 ديسمبر، يعني كده خد مده كبيره في الشهر العاشر. ممكن ياخد اسبوع في العاشر بس مش للدرجه ده كله. ماذا يحدث عند حقن امراه حامل في نهايه التاسع بخلاصه افراز الفص الخلفي؟ اديتها اكسوسين في نهايه التاسع هتولد، ما خلاص في التاسع. ده واحد اللي هتسقط تبقى متخلف، واحده في نهايه التاسع اديتها هرمون الاكسوسين فهتولد عادي، ده هتسهل عمليه الولاده. ده بيستخدموه للاسراع من عمليات الولاده، يبقى هتولد. ما تقوليش في شهر التاسع وتقول لي سقطت مين يا ابني؟ هتولد عادي، تسهيل الولاده. ما سبب زياده فرص الحمل في التوائم عند استخدام عقاقير الخصوبه في انثى الانسان؟ تلاقي واحده يا دكتور ما كانتش بتخلف خالص، وراحت كذا دكتور كذا دكتور كذا دكتور، وبعد مثلا ربنا لما كرمها راحت مخلفه 2 مع بعض 3 مع بعض، يقول ده بص ما كانتش بتخلف وربنا اداها 2 3 مع بعض. ليه يعني بعد ما كانتش بتخلف اداها 2 3؟ الفكره كلها ان هي لما خدت ادويه منشطه للمبايض او منشطه للغده النخاميه، بدات الغده النخاميه تطلع اف اس اتش كتير، فالاف اس اتش اللي خدته او خدت اف اس اتش من بره فخلاها عملت بويضات كتير فخلفت عيال كتير. يبقى الفكره في كده. هل الفكره في ايه؟ في زياده تحفيز؟ الفكره في كده ان الاف اس اتش عمل حويصلات جراف كتير، يبقى هي لما خدت الدكتور اداها حجن زي الاف اس اتش مثلا، فهنا عملت نمو لكذا حويصله، فبدل ما تطلع بويضه طلعت كذا بويضه فخلفت عيال كتير، لان هي خدت الهرمونات الخصوبه بتاعت الاف اس اتش والال اتش، فبدل ما تطلع بويضه طلعت كتير فخلفت عيال كتير. دايما تلاقي حتى اللي بيجيبوا اطفال انابيب بيخلفوا 2 3، لان الفكره في كده برضه ان لما بتاخد حد بتزود الخصوبه ده بيزود البويضات اللي بتطلع. 40. تعال نشوف القصه دي. ادي المبيا تطلع بويضتين، دي حيوان منوي، دي ادتني لاقحه، اداني عيل واحد جنين واحد. وادي لاقحه ثانيه اثناء تفلجها فوله واتجسمت نصين فادتني 2 و3، دول توأم متماثل، دول شبه بعض لكن مش شبه ده، دول متماثلين مع بعض غير متماثلين مع ده، فاهمني؟
بيقول لك اي ممان يمكن ان يحدث بينهما تلاصق التصاق المتماثل. ما هو التوأم السيامي مين متماثل ملتصق، يبقى 2 و3. ده لوحديه اصلا في كيس لوحديه وكل حاجه لوحديه. ماذا يوجد برحم الام بهؤلاء التوائم؟ بص ده جنين لوحده، ليه مشيمه لوحده، ليه سوله لوحده، ليه رهل لوحده. الرهل اللي هو الكيس الجنيني، كيس جنيني لوحده. طب هنا ده التوأم المتماثل، ليهم نفس، ما احنا قلنا نفس الجينات، نفس نفس الجينات، نفس الصفات، نفس الجنس، نفس المشيمه، مشيمه واحده، سوله واحد. ممكن يبقى عنده رهن اللي هو كيس او كيسين او 2 رهن، احتمال ممكن ده او ده، لا كده لا كده. فايه اللي هنلاقيه عند الام؟ هنلاقي كام مشيمه؟ 2. هل مشيمه واحده غلط؟ هل مشيمه واحده غلط؟ مشيمتين صح؟ مشيمتين صح. هل هنلاقي كيس واحد؟ لا، ده لا اما هنلاقي كيسين لا اما هنلاقي 3 اكياس. يبقى لا كيسين لا 3، يبقى هنا الاجابه الادق هي كيسين جنينيين، يبقى 2 كيس جنيني. واحد 41. اي العبارات التاليه تعتبر صحيحه بالنسبه للتوائم المتأخية لهما نفس جنس؟ لا، المتأخية دول مش شبه بعض، ممكن يبقوا وادين او بنتين او واد وبنت ومش شبه بعض اصلا. متأخية لانهم شقيقان لهما نفس العمر، زي انت واخوك بس كانكم نفس السن. المتماثله لهم نفس الجنس دائما صح، لان المتماثله نفس الجينات، نفس الصفات، نفس الجنس، صح؟ لا ولدين لا بنتين. المتأخية تختلف في الجنس، المتأخية تختلف في لا مش دايما، ممكن المتأخية يبقوا ولدين بس مش شبه بعض، بنتين بس مش شبه بعض. المتماثلة تختلف، لا المتماثلة نفس الجنس، يبقى الإجابة هتبقى باء. ما السبب في أن التوائم المتأخية قد تختلف في الجنس؟ على حسب الحيوانات المنوية. لو الحيوانين كانوا اكس واكس يبقى بنتين، واي واي ولدين، اكس وواي ولد وبنت. هل تكونهم نتيجة التعارض؟ لا، تكونهم نتيجة حدوث اخصاب بحيوانين ولا وجود هي دي. تكونهم نتيجة حدوث اخصاب بحيوانين منويين. لو الحيوانين كانوا اكس واكس يبقى بنتين، واي واي يبقى ولدين، اكس وواي يبقى ولد وبنت، زي ما انت بتعلم. يبقى الاجابه هتبقى ب. 43. اي الخصائص التاليه لا ينطبق على التوائم المتماثله؟ تكوينهم عن طريق حيوان منوي واحد. الانثى طلعت بويضه واحده بس عادي، اتخصبت بحيوان منوي واحد عادي، عملت لقاحه واحده عادي. اللي مش عادي ان اللقاحه دي اثناء تفلسها اتقسمت جزئين، فوله واتقسمت نصين، بدل ما يجي عيل جم 2، نفس الجينات، نفس الصفات، نفس الجنس، نفس المشيمه، نفس كل حاجه، نفس البصمه الوراثيه اللي هي الدي ان ايه، بس مختلفين في بصمه الصباع والقزحيه والصوت. هل تكوينهم عن طريق بويضه واحده؟ صح. هل تكونهم بتفلج البويضه المخصبه؟ صح، ينفع عادي. اللقاحه اتقسمت فوله واتقسمت نصين. هل تكون ملتحمه ببعض اجزاء الجسم؟ مش دايما، ممكن وممكن لا، ممكن يحصل يلتصقوا وممكن لا، على حسب. لو هم في رهل واحد يلزقوا، في رهلين ما يلزقوش. يبقى هل دائما ملتصقين؟ لا، يبقى الاجابه دي اللي هي الغلط. اللي بعده اخر سؤال في حصه النهارده. اي العبارات التاليه تصف الرسم بين المقابل بطريقه صحيحه؟ بصوا كده، كل ما العمر بالسنوات يزيد كل ما النسبه المئويه للاجنه السليمه يقل. يعني كل ما تجيب عيال مشوهه السلام بيجلوا، لان احنا قلنا العمر المناسب من 18 ل 35. فبص بعد 35 النسبه المئويه للاجنه السليمه بتقل. يعني احتماليه ان هتجيب عيال مشوهه بتبقى عاليه جدا جدا جدا. يعني لو هنرسم نسبه العيال المشوهه هتلاقيها بتزيد. نسبه العيال المشوهه هي دي نسبه السليمه بتقل. فهنا ايه السبب؟ قلت لك لان جوده البويضات قلت، فالبويضات مش مظبوطه، فكروموسوماتها فيها مشاكل، فبتجيب عيال فيها مشاكل. يبقى بسبب طبعا ان بتقل جوده البويضات مع تقدم العمر، يبقى ده السبب. هل السن الافضل 38؟ لا، السن الافضل بص يعني في الرسمه دي احنا 26 بالنسبه للرسمه دي نسبه العيال السليمه عالي. طبعا السن الافضل من 18 ل 35 مش 38. هل العلاقه بين التشوهات والعمر علاقه عكسيه؟ لا، ده كل ما العمر يزيد التشوهات تزيد. يعني ده العمر ودي التشوهات، العلاقه بتبقى طرديه مش عكسيه، فدي غلط. هل تقل كفاءه بطانه الرحم؟ هي ماشي دي بتحصل بس مش دي السبب. السبب طبعا هو ان البويضات هي اللي قلت. التشوهات بسبب مشكله في البويضات مش في الرحم. لو مشكله في الرحم تسقط لكن ما يجيش تشوهات. يبقى هنا طبعا ان جوده البويضات قلت. هنكتفي بهذا القدر، هنكمل حل الاسئله ان شاء الله مع بدايه الحصه في الدرس الجاي ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتوا، دمتم اغلى طلاب. يلا باي باي، سلام، اشوفكم على خير.